السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم سيد هاشم من قناة سيد هاشم وصفات على قد الإيد. النهاردة إن شاء الله تعالى هنعمل الشاورما السوري بطعم جميل بإمكانيات بسيطة، وإن شاء الله هتبقى نفس الطعم بتاع المحلات الشاورما السوري إن شاء الله تعالى. معانا طبعا فراخ مقطوعة بالشكل ده زي ما انتوا عايزين، بس هي طبعا بتقطع كده. ومعانا التوابل بتاعتنا عبارة عن ملح وفلفل اسود وبابريكا وثوم بودر وبصل بودر وزعتر وبهارات فراخ وزنجبيل، ومعانا زبادي ومعانا زيت ومعانا خل. طبعا لسه طبعا معانا برضو فلفل وبصل، بس دي مش هنحطهم دلوقتي. اهم حاجه نتبل معانا الشاورما ساعتين 4، بس كل ما تقعد في التتبيله كل ما تبقى كويسه. يعني احنا مثلا لو عايزين هنعملها بكره ان شاء الله نتبلها من النهارده، كل ما تقعد في التتبيله كل ما بقى طعمها احلى. طبعا هنجيب بوله زي كده نحط فيها معلقتين زبادي طبعا على قد الكميه بتاعتنا. طبعا الكميه بتاعتنا مش كبيره، فايه دي مثلا نص كيلو، فهنحط مثلا معلقتين زبادي بس. وننزل بالتوابل بتاعتنا ما احنا شايفين كده. وننزل بالزيت، معلقتين الزيت ومعلقه خل او معلقه كبيره خل. ما احنا شايفين كده. اللهم صل على النبي، ريحتها حلوه جدا. طبعا كده هتخلي الشاورما معانا جوسي وطريه وحلوه جدا معانا، وان شاء الله هتبقى نفس الطعم بتاع محلات الشاورما السوري. بعد كده ننزل بعصره ليمون، واحنا شايفين كده. وننزل عليهم بالفراخ بتاعتنا، ونقلب كده. ان شاء الله هتعجبكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس والتعليقات، واي حد عايز اي اكلة يقول لي عليها. وطبعا انا بشكر كل الناس اللي بتدعمني في القناة وبتشترك. طبعا حبايبنا كل بتاع مصر كلهم، بتاع جمهورية مصر العربية، وحبايبنا في العراق وسوريا والاردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والجزائر. طبعا كده هنسيبها متبلة شوية، طبعا ساعتين 4 زي ما احنا قلنا، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه فيها. ورجعنا لكم تاني اهو بعد الفراخ ما اتبلتش معانا شويه زي ما انا قلنا لحضراتكم، ساعتين او 4 ساعات او 6. طبعا لو كل ما تقعد في التتبيله كل ما يكون ايه احسن. هننزل بالفراخ بتاعتنا ناخد صدمه. اهم حاجه النار تبقى عاليه عشان ما تجيبش ميه. اهم حاجه النار تبقى عاليه عشان ما تجيبش، مش عايزينها تنزل الميه بتاعتها. نقلب كده. اهم حاجه ما تجيبش الميه. ريحتها لسه ما اتعملتش وريحتها حلوه جدا. اللهم صل على النبي. طبعا احنا لسه مش هنضيف اي حاجه دلوقتي عليها. التوابل بتاعتنا طبعا حطيناها في الاول. بس هنحط الفلفل واحدة طماطم صغيرة كده، بس ايه لما تدبل معانا الفراخ هنسيبها تدبل معانا، واول ما تدبل هرجع لكم تاني. ورجعنا تاني ايه بعد ما دبلت معانا شوية. هننزل ببصلة او بصلتين صغيرين مقطعين شرايح زي ما احنا شايفين. ان شاء الله الريحة جميلة جدا. طبعا الفلفل هنضيف اخر حاجة.
شاء الله. هننزل بعد كده واحدة طماطم مكعبة صغير عشان نكتر هي حباية واحدة بس. ما شاء الله حلوة جدا، جربوها زي شاورما بتاع المحلات السوري بالظبط. طبعا ممكن تتعمل تاكل كده عامل سندوتشات فينو، او تتعمل بالعيش السوري او اي حاجة تبقى طعمها جميل. طعمها حلو جدا، بألف هنا للي هياكل. بعد كده معانا فلفل ألوان أخضر وأحمر وأصفر، ولو مفيش فلفل ألوان أحمر أخضر بس مفيش مشكلة، على حسب الإمكانيات. بس طبعا الأخضر والأحمر والأصفر بيدي طعم حلو جدا مع بعض بشكل حلو للطبق بتاعنا. طبعا الفلفل بيتحط اخر حاجه عشان ما يتبانش معانا خالص. طبعا احنا عايزينه يبقى ايه يعني يقرمش شويه كده وطعمه جميل قوي. ما شاء الله والله ريحتها جميله جدا وطعمها يعني فوق الوصف. جربوها مش هتندموا. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل على النبي. طبعا بتتقدم الشاورما يا اما تتاكل لوحديها سندوتشات، يا اما يتاكل مع مكرونه محمره او مكرونه مسلوقه سباكيتي او مكرونه فرن اي حاجه، وجنبيها سلطه او مخلل، بتبقى طعمها جميله جدا جدا جدا. كده خلاص هنغرف واوريكم الشكل النهائي. ورجعنا لكم تاني بعد طبعا التقديم النهائي. ما شاء الله ريحتها جميله جدا والله وطعمها خرافه، جربوها ومش هتندموا. وقدمنا معاها مكرونه محمره وسلطه، والسلطه دي سلطه الحاتي بتاع الجماعه بتاع الكباب والكفته. في مره ان شاء الله بوريكم بتتعمل ازاي، طعمها خرافه برضه. والمكرونه في مره برضه هبقى اعملها لكم. جربوها مش هتندموا. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايكات، ولو اي حد عايز اي حاجه يكتب لي في التعليقات ويكتب لي من اي بلد. وطبعا انا بشكر تاني الجماعه المشتركين معايا من جمهوريه مصر العربيه والجزائر والعراق وسوريا والاردن والمملكه المتحده والسعوديه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.